هو انا النهارده هكلمكم عن موضوع هو مش جديد شويه، هو في وسط كلام انكل اكمل هو قاله. بس هو يعني جاست ان انا بقول عناوينه او بحط كل حاجه تحت اسمها الصح. هتكلم عن الخلاص وعن ازمنه الخلاص. في مقدمه بس بسيطه كنت فارق معايا، عشان بس عمالين يعني كل ما نقول كلمه خلاص خلاص عايزين بس نعرف هي كلمه خلاص دي جت منين او كان ايه اصلها. بص، في العهد القديم في تكوين 3 لما حواء سمعت الكلام الحية وأكلت من الشجرة وكسرت الوصية اللي ربنا قال لها عليها، وقال لهم ما تاكلوش، لو أكلتوا من هذه الشجرة موتا تموتوا. فهي كسرت الوصية. طبعا احنا عارفين ان الله قدوس وعادل ولازم ينفذ كلامه. طبعا هم خدوا المفروض ان هم ياخدوا العقاب ده علشان يعني حكم الله يتنفذ، ان هم يعني موتا تموت، هو الله ما بيرجعش في كلامه. في تكوين 3:15 بعد ما أكلوا من الشجرة وآدم حاول يستخبى من الله، فالله شافه وقال له، ابتدى يديله اللعنة اللي هو نتيجة ان هو كسر وصيته. طبعا احنا عايزة اوضح حاجة بسيطة، انه المشكلة مش في اكل الشجرة، يعني اكل الشجرة ده مش هو الخطية. الخطية ان هو كسر الوصية، ان الله قال له حاجة وهو ما عملهاش. اللعنة كانت وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب. وقال المرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. طبعا وبقية اللعنة وصل لغاية عدد 19. اللعنة دي عملت ايه؟ خلت انه مفيش مصالحة بين الانسان والله، خلت الانسان ينفصل عن الله. يعني ادم طرد بره الجنة، كان في علاقة بين الله وخلاص ما بقاش في اي مصالحة. مين جه وعمل المصالحة دي؟ في كورنثوس الثانية 5:18، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. يعني الله هو كمان اللي بادر بالمصالحة دي وصالحنا لنفسه بيسوع المسيح، أي أن الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، واضعا فينا كلمة المصالحة. المصالحة دي ان احنا العلاقة ترجع تاني بيننا وبين الله، نرجع من الموت إلى الحياة، ومن عبودية الخطية إلى التبني ونبقى أبناء الله. أنا ماشية بسيريال بسيط عشان أخش برضو على الموضوع كل ده، أنا لسه ما دخلتش في الموضوع. في رومية 8:15 بيقول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. أنا دلوقتي بنت ربنا، بنته مش عشان حاجة أنا عملتها، عشان المسيح جه وصالحنا بيه. احنا كل اللي احنا بنعمله وحش، كل اللي احنا عمالين نعمله خطايا عمال يبعدنا ويفصلنا. الله ابتدى يعمل حاجة، هو اللي انا قلته ده، دي كلمة الخلاص. الخلاص دي معناها تحرير او انقاذ او نجاة. احنا كنا عبيد وبقينا ابناء. النقلة من هنا لهنا، من الموت للحياة، دي الخلاص. الكتاب المقدس في العهد الجديد بيتكلم عن الخلاص على 3 مراحل او 3 ازمنة للخلاص. خلاص حدث في الماضي اوريدي، ده خلاص من عقوبة الخطية اللي هو المسيح عمله، ده عمل الهي بالكامل، ده احنا ملناش اي يد فيه خالص. ده حصل لما مات المسيح على الصليب. هو انا صوتي واضح؟ الو؟ واضح، ممتاز. اوكي. ده حصل لما المسيح مات على الصليب. وفي أشعية 53 بيقول لك كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا.
ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكناجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. أنا فارقة معايا كلمة الرب وضع عليه اسم جميعنا. المسيح لما اتصاب دخل في آلام جسدية وفي آلام روحية. الآلام الروحية دي اللي هو كان انفصال عن الله، كان كله، كان يعني كل اسم جميعنا اتحط عليه. ساعتها الآية اللي بتقول إلهي إلهي لماذا تركتني، فعلا كان المسيح داخل في آلام روحية خطيرة محطوط بدلنا، بدل الانفصال. فطبعا كان آلام رهيبة. احنا نقبل الكلام ده ازاي او ده يطبق؟ هو المسيح مات وقام، انا ايه دوري في الموضوع ده؟ دوري ان انا آمن بالموضوع ده. سوري ثانية واحدة. الشخص لما يعترف بخطاياه ويتوب والله يملك على حياته كلها فعلا، ويسلم كل يسلم كل حياته ربنا. انا يعني ممكن اقولها بالكلام ان انا مسلمة كل حاجة، بس هي بالفعل انا ماشية والله هو اللي يقودني، انا اللي بقوده، مستنية مستنية بقى رأي ربنا في مواضيع معينة. ده الله هو اللي قايد حياتي كلها. في يوحنا الاولى 1:9 بيقول لك ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. احنا اعترفنا بخطايانا وهو غفر لنا، فاحنا نلنا هذا الخلاص. في رومية 3:24 بيقول آية جميلة قوي، بيقول إذا الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. ده خلاص مفيش حد قادر ياخد الخلاص ده بأعماله، محدش قادر. كل الناس كل الناس مش عارفة تجيب الكمال وقداسة الله. فكمالة الآية بتقولك متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمها الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. متبررين مجانا، متبررين معناها ان الله حسبني بارا في حساباته الشخصية. أنا الله شايف ميري بارا بإيه؟ مش بأعمالي ومش بحاجة ان انا عملتها، بس مجانا. دي نعمة، حاجة انا ما استحقهاش. بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمها الله كفارة بالإيمان. كفارة دي معناها استرضاء، انا انه المسيح لما اتصلب ده حاجة رضت الله، رضت غضبه او رضت قداسته وعدله اللي هو كان عاملها على الانسان، او اللي هو كان المفروض الانسان يرضيه بس معرفش يرضيه. فدم المسيح ده ارضى قداسة الله وارضى غضبه. ده خلاص حصل في الماضي. في خلاص في الحاضر. اولا ده عمل الهي بالكامل، ده مش انا ماليش يد فيه. خلاص في الحاضر ده انا اللي يد فيه. ده خلاص من سلطان الخطية، مش من عقوبة بقى الخطية، سلطان الخطية. بعد ما الله بررنا، احنا علينا دور هو ان نجاهد من الخطية ومن جسد الخطية. احنا لسه في الجسد، لسه على الارض، لسه في العالم. احنا اتبررنا بس احنا لسه بالجسد اللي مليان بخطية وفي شهوات. ده مش معناه ان المؤمن، ان الحد اللي بيآمن ده ان هو حد خلاص بيبقى معصوم، لا، ده بيبقى خاطي. ومش معناه ان هو لو عمل خطية بيفقد الخلاص اللي هو الله اداهوله، لا، ده بيعمل خطية بس لازم يرجع ويتوب، ولازم يبدأ يقدس نفسه. اسمها تقديس تدريجي. من الحاجات اللي أنكل أكمل قالها ان انا ابدأ اكبر مع الله، اكبر روحيا مع الله. في رومية 11 من 6 ل 14. طبعا مش هقراها لكم كلها، بس هي حلوة قوي. بتقول لك رومية كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهوتها، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. ده دورنا. أنا دلوقتي دوري إن أنا
جسدي ده احسبه جسد ميت عن الخطية، وابدأ اقدم جسدي آلات بر لله. وده اسمه تقديس تدريجي زي ما انا قلت لكم، يعني عمل مستمر يقوم به المؤمن، يزداد في التخصيص او القداسة لله ويتجنب الخطية. اخر حاجة الخلاص في المستقبل، ده ليه كده حاجة، ده اوريدي حصل بس احنا لسه ما شفناهوش. الآية اللي بتقول كده في روميا 38 بتقول والذي سبق فعينهم فهو هؤلاء دعاهم أيضا، والذي دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فعلا في الماضي هو خلاص مجدهم، بس ده مش هيحصل لنا واحنا على الارض، هيحصل بعد ما ننتقل للمجد او المسيح يجي، ايهما اقرب. يعني احنا whatever بقى اللي هيستنى لغايه المسيح يجي ده هيتمجد لما المسيح يجي، او لما نتنقل ده هيتمجد لما نتنقل. الايه اللي بتقول كده في فيليبي في روميا فيليبي 23 فإن سيرتنا نحن هي في السماويات التي منها أيضا تدري خلصنا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني احنا بشكل جسدنا ده المائت اللي هو في الخطية هيتغير ويكون شكل صورة جسد مجده هو بحسب عمل استطاعته. في تيتوس 2 بتجيب بقى كل مراحل الخلاص كلها في الماضي وفي المستقبل، في الحاضر وفي المستقبل. آية جميلة قوي بتقول لك لأنها قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. دي اللي في الماضي، معلمة أيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. دي الخلاص في الحاضر، ده دورنا، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويظهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. ده التمجيد النهائي. وأنا كده خلصت، وسوري لو كان في أي تليفونات رنت في النص خلتنا ما نركزش، بس لو في أي أسئلة أنا قاعدة لغاية بقية الاجتماع يعني، والحاجات دي إن شاء الله هتنزل على الجروب.